ليه كريستوفر نولان مش بيستخدم جرين سكرين أو كروما في أفلامه؟ طيب التحدي في صناعة أي مشهد في الحقيقة هو مش صناعة المشهد نفسه، لكن التحدي اللي بيقف قدامه أي مخرج هو إزاي يخلي الجمهور يعيش ويشعر بالمشهد ده، ودي وجهة النظر اللي بيشتغل بيها نولان. نولان بيقول إن مفيش حاجة تساوي أداء الممثل لما بيكون في بيئة حقيقية يقدر يتفاعل معاها ويكون شعور حقيقي. من خلال الشعور ده الممثل بيخرج أداء تمثيلي أفضل وأصدق. وهنا بقى تجربة المشاهد بتختلف لأن بيزيد شعور بالواقعية أكتر وبيكون تواصله بالمحتوى أعمق. بنشوف في انسبشن مشهد الخناقة اللي كانت في الممر، وفي انترستيلر استعان بعلماء فيزياء بجد علشان يحاكي الثقوب السوداء بناء على معادلات علمية حقيقية مش مجرد مؤثرات بصرية أو سي جي خيالي. أغلب المخرجين لما بيشتغلوا مع استوديوهات كبيرة بتفرض عليهم استخدام المؤثرات البصرية أو السي جي آي علشان يخفضوا التكلفة، لكن نولان بما إن أفلامه ناجحة تجاريا فبيقدر يفرض عليهم أسلوبه ويسمحوا له مثلا بتفجير طيارة بوينج حقيقية في فيلم تنت. كريستوفر نولان بيستخدم التأثيرات العملية علشان يعزز إقناعه ومصداقية أفلامه لأنه مؤمن بالتجربة الحسية للممثلين والمشاهدين. سلام.